لو جيت سألتك دلوقتي وقلت لك انت بتستغل كام في المية من وقتك في حاجة مفيدة؟ طب كم واحد من اصدقائك اللي بتقعد معاهم في علاقة بيزنس ما بينكم؟ لو اجابتك مفيش ولا ده ولا ده فمبروك عليك، مش تقدر تحقق اي حاجة عاوزها او بتفكر فيها. وتعالى نفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام أسامة وأنت بتتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. السر السابع والثامن والتاسع والعاشر والأخير يا صديقي من كتاب أسرار عقل المليونير للكاتب هارفي ايكو. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن انك ازاي تحلم احلام كبيره وازاي تنتهز كل فرصه عشان تحقق احلامك، فالفيديو ده هيفيدك فحاول تشوفه. وفي الفيديو دوت هنفهم دماغ الاغنياء من ناحيه علاقاتهم وازاي بيبيعوا افكارهم وبيحلوا مشاكلهم، واخيرا مستقبلون ممتازون. فحضر كوب قهوه وصلي على النبي وندخل في المفيد. لو جيت سالتك دلوقتي وقلت لك انت بتستغل كام في المية من وقتك في حاجه مفيده؟ طب كم واحد من اصدقائك اللي بتقعد معاهم في علاقه بيزنس ما بينكم؟ لو اجابتك مفيش ولا ده ولا ده فمبروك عليك، مش تقدر تحقق اي حاجه عاوزها او بتفكر فيها. واحد يقول لي انت جاي تصدعنا وتقفلنا ليه؟ هو والله انا مش جاي اقفل لك الدنيا ولا حاجه، انا جاي اقول لك الحقيقه. هو ممكن تقعد مع اصحابك عادي، ممكن تلعب عادي، بس بحساب، لان كل اللي انت فيه دلوقتي هو ناتج عن تصرفاتك. فبيقول لك هارف ان الاغنياء يرتبطون بالناجحين والايجابيين والفقراء يرتبطون بغير الناجحين. هتلاقي الغني اللي بيفكر في البيزنس قاعد مع ناس كل اللي شاغلهم مشاريع وصفقات وافكار جديده. يعني انت ممكن تقعد مع حد بيتكلم في مشروع معين فتخش معاه وتلاقي ربنا فتحها في وشك. واحد يسالني اكون العلاقات دي ازاي واتعرف على الاشخاص دول ازاي؟ برضه هقول لك ابدا بالفكره والمشروع الاول وامشي فيه. هتلاقيك بتختلط بنوعيه من الاشخاص دي ودي هتنقلك في حته تانية. يعني بدل ما كنت بتقعد مع اصحابك بتضيع وقت، هتلاقيك بتقعد مع اشخاص جديده وبتستفاد من وقتك، وده كفيل انه يطور تفكيرك ويزود ثقتك بنفسك ويعلمك ازاي تبيع افكارك وتروج ليها. يعني عندك مشروع دلوقتي ومحتاج تسوق وتبيع، اكيد مش هتنكسف تشتغل بايدك وتنزل تبيع. في ناس بتتكسف وانا اولهم، بس حاولت وما زلت بحاول اشتغل على نفسي، وده هو السر التاني، ان الاغنياء مستعدين على ترويج انفسهم وقيمهم، اما الفقراء يفكرون بطريقه سلبيه تجاه البيع والترويج. عمرك ما هتتطور ولا هتبقى غني الا لو عرفت ازاي تبيع افكارك. ادخل اقرا عن ستيف جوبز، قدر يخلي شركه ابل في حته تانية، ولحد دلوقتي الشركه ماشيه على نفس نهجه. جوده المنتج، شكل التصميم، تطور التكنولوجيا المستمر، والاهم الايمان التام بالمنتج اللي بتقدمه، وده اللي هيرفع الثقه اكتر وهيخليك قادر تبيع افكارك وتواجه مشاكلك. وده ياخدنا لنقطه مهمه، ان مع كتر المشاكل اللي بتواجهك وبتقدر تحلها ده بيعلي مستوى تفكيرك، بخلاف لو ظهر مشكله فجاه ومستوى تفكيرك لسه مثلا من الدرجه الثانيه او الثالثه، اكيد هتكون صعبه في حلها وهتضطر تلجأ لحد تاني عشان يحلها لك. وده السر التاسع، ان الاغنياء اكبر من مشاكلهم، اما الفقراء فهم اصغر من مشاكلهم. هتقول لي يعني ايه اكبر من مشاكلهم؟ يعني العقليه اللي دايما بتبحث عن التطور وتحقيق انجازات بتواجه مشاكل، فاول ما تقع مشكله في طريقها هتلاقيه بيحاول يبحث عن حلول وافكار جديده عشان يطلع باقل الخسائر او ما يكونش فيه خساره اصلا. ومع مره في مره المشاكل ما بقتش عقبه في حياته. واحد يقول لي طب انا لما اعرف كده انا استفدت ايه؟ لا، استفدت كتير. يعني انت لو متعود عموما ان اي مشكله تقابلك تواجهها وتحلها، لو حبيت تفتح مشروع او تدخل في اي مجال وواجهتك مشكله هتبحث عن حلها وهتحلها حتى في مشاكلك العائليه. اما بقى لو اتعودت انك تهرب من مشاكلك فعمرك ما هتتقدم خطوه واحده. طيب هو سبب التهرب ده ايه؟ سببه يا صديقي انك دايما خايف من المواجهه، لانك مش واثق من نفسك، وده بيحصل لاننا من صغرنا اتعودنا على كده. تبقى عاوز تعمل حاجه يقابلك الرفض باستمرار، يعني مع 10 لا في واحده زي ما يكون عامل في شغلك كل حاجه تمام ويجي مديرك يقول لك الشغل مش حلو او مش احسن حاجه او تاخد تقييم وحش، وده كفيل ان يقفل الدنيا في وشك. فده بيترتب عليه حياتك ما بتبقاش عارف تاخد فيها قرار وتستنز اي فرصه تيجي قدامك، فهتلاقيك مقتنع انك غير جدير باي حاجه ودايما بتطلع مبررات واعذار. وده السر العاشر، وهو ان الاغنياء مستقبلون ممتازون اما الفقراء فمستقبلون سيئون. ومعنى مستقبلون ممتازون يعني اول فرصه تجيلهم تلاقيهم اول ناس بينتهزوها، وعشان كده تلاقي رصيدهم بيزيد باستمرار. وفي مقوله بتقول اعمل بجد لتنال مكافاتك على المجهود الذي تبذله. فعايزك دلوقتي اي معتقد في دماغك سواء انك لا تستحق او غير جدير لحاجه او انك مش هتعرف توصل
اعمل لها ديليت، لان اللي وصل مش احسن منك في حاجه، ومش كلهم وصلوا بطرق غير شرعيه. زي ما فيه الوحش فيه الحلو، دايما بص لجانب الكوبايه المليان. فالفكره اللي بحاول اوصلها لك انك تغير مفاهيمك ومعتقداتك وتحاول تطور من نفسك وتواجه مشاكلك وتحلها بدل ما تهرب منها، لان بايدك انك تنجح وبايدك برضو انك تفشل لو عرفت ازاي تدير ده. ومن هنا واخيرا وصلنا لنهايه حلقتنا، واحب اقول لك ان ده اخر شرح للسلسله، لان الكتاب فيه شرح كتير وانا مش عاوز اكرر اللي انا قلته قبل كده واللي اتقال في كتاب الاب الغني والاب الفقير، واللي انا بعتبره من افضل الكتب اللي اتكلمت في المال. وفعلا الكتاب يستحق القرايه ويستحق انك تشوف طبعا فيديوهات. ومن هنا انتهت السلسله ومستنيك في السلسله جديده ان شاء الله. فما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.